السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ انا كنت بطلع، بس التليفون بتاعي كان عطلان، او بالمعنى الاصح يعني تعب يعني خلاص يعني تعب شوية، فما عرفتش اكمل الفيديو التاني، قلت لها يعني اي كلام كده ويلا مش مشكلة. اللي انا بقى بقوله بقى المرة دي ان صاحبتي ساكنة جنبي، انسانة طيبة ومحترمة ومؤدبة، وشابة عندها بتاع 20 سنة أو 25 حاجة زي كده يعني. ف... فجاية بتشتكي لي وزعلانة قوي، فبقول لها مالك في ايه زعلانة ليه؟ بتقول لي يا جماعة على فكرة أنا متجوزة جديدة عروسة يعني، بس ما تعتبرش عروسة. فبتقول لي يعني أنا متجوزة بس أيام ما كان خطوبة غير الجواز. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي يعني كل حياته التليفون، كل حياته النت، مش معايا خالص. خدي مصروفك، اطبخي، اغسلي بس. قلت لها طب الاول لما كنت مخطوبه، قالت لها الاول كان نتكلم ونضحك ونتكلم وناخد وندي، لكن دلوقتي لا. قلت لها يعني اما دخلته يعني ايه يعني في ايه يفرق؟ قالت لي يفرق كله حاجه من اتنين، ان احنا ما نكون يعني مش عارفه اقولها ايه، بيرغي معايا ويضحك وكده لغايه ما نخرج خلاص كل واحد ينسى التاني. اجي بقى انا اتكلم معاه كده الاقيه مديله ظهري، خلاص مش بيكلمها. يعني خلاص يعني مش عارفه افهمكم ازاي، بس يعني خلاص مش عايز يتكلم معاها خلاص. خرج فتح الموبايل بتاعه وقعد وبيرغي. يا سلام، ليه يا بابا؟ ان ما كنتش تحبني على الحلو والوحش مش عايزاك. انا رغي معاك وانت ما تردش على ايه؟ ليه انا اديك كل اللي عندي وانت انا مش في دماغك الا لما اكون مش عارفه اقول ايه. هو ده بس، هي دي الحياه الزوجيه. الحياه الزوجيه دي رحمه واسالها عملت ايه وانا مش هنا، مين ضايقك، طب تعالى خبرك شويه، طب تعالى مش عارفه ايه، ده انا جبت لك وانا جايه حبه عصير قصب، حاجات يعني بسيطه، حاجات بسيطه بس بتخلي الواحده فرحانه. مش انا اتكلم وانت تسكت، انا احكي اللي اقول لك انت جيت من الشغل، طب عملت ايه، طب مش عارفه ايه، وانت طب ما ترد عليا بسمعك. ليه وانا تلفزيون ولا نت تسمعني؟ قلت لها بصي تجاهليه. على فكره انا مش بقول كده للحريم يعني، لا 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 لا, لا. انا بقول للبني ادم اللي ما بيعرفش مقام الواحده اللي وياه. قلت لها اجهليه، وري له ان انت مش في دماغي، ولما يجي يندع عليكي مره واتنين وما ترديش على ما فين على ما تردي، احنا كده بنعالج عشان البيت ما يتدمرش تاني ولسه انت عروسه ويمكن ممكن بقى يعني ممكن تكوني حامل او حاجه، فمش عايزين ندمر. تستني شويه. بتقولي لا انا مش صابره ان انا افضل اتكلم وهو يقول لي سامعك ايه، سامعك دي، ويضحك ويهزر ساعه ما اكون عايشه، بعد ما اكون عايشه خلاص انتهت على كده، ينسى الضحك والهزار. ايه يا بابا ده؟ ايه يا بابا؟ لا يا بابا مش كده، الدنيا مش كده، الدنيا طبطبة مش قرش. والله العظيم ثلاثة أنا أعرف ناس يمكن بيكملوا عشاهم نوم بس سعداء ومبسوطين، وناس معاهم بس مش حامدين ربنا، مش مبسوطين يعني في الآخر، مش بالقرش، لا 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 لا، دي بالطبطبة بالتراضي. هي لما هي يكون كده معاك ان هي شرياك، عايزاك تتكلم معاها، لا عايزاك تهزر وياها، لا عايزاك تسالها انت عملتي ايه النهارده، انت كنت فين، انت تنغبشها كده، تدور على كلام تطلعه. لكن تقعد ساكت وتستنى هي تتكلم، ما هي هتتكلم لغايه ما تخلص الكلام، بعد كده مش هتتكلم خالص خلاص.
انا مش هتكلم خالص. انا هتكلم ليه وانا راجل؟ انا واحده ست، انا اللي عايزه اسمع، انا اللي عايزه الطبطبه، انا اللي عايزه ابوس الراس، انا اللي عايزه ابوس الايد. مش قصدي كلام فارغ ابدا. انا قصدي طبطبه، يعني حتى لو امه بيعمل معاها كده، بيطبطب عليها، بيبوس ايديها، بيبوس راسها. لا، دي زوجته، هو داخل كده يطبطب عليها، يبوس على راسها. عملت ايه النهارده؟ عملت لنا اكل يا حبيبي، مش عارفه ايه، يلا بعد ما ناكل نتمشى شويه كده. الست ما تنفرش من الراجل. لكن لما انا الاقيك كده، ساعة ما يكون في حاجة تبقى مبسوط تبقى مش متضايق وعايز وساكت وباصص في النت، وانا اتكلم وعامله انت مش سامع. لا يا بابا، على ايه؟ ليه يا بابا؟ وانا جايه من بيت اهلي عشان اكل لقمه عندك؟ مفيش لقمه في بيتي. لا، انا جايه اتجوز، اعيش مع زوج، اربي عيال، افتح بيت، اشيل مسؤوليه، اشوف راجلي فيه ايه، عايزين ايه، هنعمل جمعيه، هنشيل قرش، هنكون قرش، هنربي اطفال. دي العيشه. دي العيشه كلها. مش, مش عارفه اقول ايه يعني. فهموا انتوا بقى. ف يعني انا لو واحده ان انا معايا واحد ما ادانيش حقي في الطبطبه والكلام، يا سيدي براحتك خلاص. لا هعمل ايه يعني؟ ايه انا اللي هقول لك لا والنبي تعالى كلمني، اضحك معايا، هزر معايا. فقلت له معلش حقك عليا، وانا هكلمه. ورجعت انا قلت هكلمه، اقول له ايه؟ قلنا بيكلم مراتك؟ قلت لها تجنبيه خالص، اكلك، شربك، غسيلك، هدومك، كل حاجتك اهي. لكن انا لا، انا مش موجوده في حياتك. طيب شوفي يعني، اعملي اسبوع كده وشوفي. اللي لقيتي ان هو جه منه نتيجه يبقى خير وبركه. بس اولا تصلي وتطلعي قران في بيتك وتقري قران بلسانك عشان الشيطان ما يعصش في البيت. لكن الواحده مننا، اي واحده والله لو عندها 70 سنه عايزه الاهتمام. انا عايزه الاهتمام، مش عايزه ان انا اخد واحد انا اللي اتكلم معاه، انا اللي اكلمه، انا اللي اقول له، انا اللي افهمه. لا، انا عايزاه يخليني انا بنته الصغيره، انا بنته الصغيره. يكلمني، يحذرني من حاجات، يكلمني في حاجات. لا رحت السوق، لا مش عارفه عملت ايه، لا نروق شقه، لا انت ما عملتيش ايه، انت ما عملتيش كده. كله في حوار البيت والعيشه والاهل مع بعضنا. احس ان انا معايا راجل، احس ان انا عايشه مع راجل، مش عايشه مع نفسي. الست مش عايزه تاكل ولا عايزه فلوس، الست عايزه راجل يكلمها، يحسسها ان هي ست، يحسسها ان في واحده في البيت، يحسسها ان هو كان مفتقدها ولقاها. ادي اللي احنا عايزينه. احنا مش عايزين فلوس. الفلوس طبعا مش ما بقولش لا، احنا بس غلاوه الراجل اغلى من مليون فلوس، وغلاوه الست احسن من نظافه الراجل والبيت والشقه والحاجات دي. فما تضيعوش البيوت من تحت راس ان انتوا تستهتروا بالست اللي فيها. الست لما بتكره ما بترجعش تاني. الراجل ممكن يرجع، الست لا. الست لما بترجع وتشوف ان هي اللي معاها مش محتويها، مش حبيبها، ما بيقولهاش بحبك، تقول لي ما قالهاليش تيجي مرتين. اقول لها بالمعامله، تقول لي المعامله قاعد على الكنبه، النت وكوبايه الشاي والشغل، يجي من الشغل ينام. ادي اخرته معايا. يا عم ليه طيب بقى؟ ليه بقى؟ يعني ما فيش كلمه حلوه، ما فيش التراضي، ما فيش يعني. انا عروسه محتاجه الكلمه الحلوه، محتاجه الطبطبه، محتاجه الهزاره، محتاجه حاجه. انا مش صنم، انا بني ادمه. قلت لها حقك عليا وهنجرب شهر، نغبشيه وهزري، يمكن انتوا لسه ما عرفتوش برضه بعديكوا، ده شهر واحد بس.
ما عرفتوش بعض وكده، اتكلمي معاه، قولي له على اللي انت عاوزاه. قالت لي كسف ان انا اقول له تعالى كلمني. قلت له اقول له كلمني، قول له احكي لي عن شغلك، عملت ايه، في ايه، مين كلمك، مين عملك، مين رحت ركبت ايه، عملت ايه، شوفي نظامه ايه، واحكي لي على كل حاجه وانا افهمك يعني الحلو من الوحش. بس اما في بقى النهارده شفت على النت شاب عنده بتاع 19 18 سنه كده، فبيناشد ابوه على النت، بيقول له يا بابا انت ليه رميني، ليه يا بابا ان انت انا محتاج لك، ومحتاج ان انا اعيش معاك، ومحتاج ان انا اتكلم معاك، فين انت يا ابويا، ليه رميني، ليه كل ما اجي لك تطردني، عشان عندك بنات بتقول لي ما اقدرش ادخلك في بيتي عشان اخواتك بنات، ما اقدرش ادخلك في وسطيهم. طب مش حرام عليك؟ طب ترمي لي الذئابه في الشارع، وترمي لي بتاع الحاجات اللي بيشربوها ديت، وترمي لي شباب صياع، ولا شكله محترم جدا واسلوبه محترم، وبيدور على يعني ان هو يتدرب بيت محترم، يعني يكون في بيت محترم، مش ان هو شكله اصلا الولد محترم. ترميه عشان البنات، انا ما بقولكش يعني بناتك مش لا، بناتك صح انك، بس ده ابنك برضو، ده ابنك ودول اخواته، هو قال له كده على النت، قال له دول اخواتي، ترميني ليه يا بابا في الشارع، انا محتاج لك والنبي يا بابا. وتقريبا هو ما قالوش يعني امه ما قالش او حاجه، فعمال يناشد ابوه. حرام عليك، يعني انت بتطرده ليه، بترميه في الشارع شاب 18 سنه ليه، ليه يعني هو عمل ايه، جريمته ايه، جريمته ان هو كان ابنك تخبي البنات وترمي الواد في الشارع؟ طب ليه، ما حرام عليك، اتقي الله، انت تلاقيك شفت ابنك وسمعته، وانا بقول لك حرام عليك، اتقي الله، ده شاب وعايز يتلم من الشوارع ومن من الصياع ومن السفله يعني المفروض انت تحترم، ده كبير، حطه في ظهرك، خليه معاك، يمكن هو ده ينفع اخواته في الكبر، ليه ترميه كده؟ النبي ربنا يبارك لك يا رب، شوف له لو حتى على الكنبه، حتى لو نومه، واخواته في اوضه، ده اخواته، امان عليك ما ترميه ولا تطلعه للشباب استغفر الله العظيم من كل ذنب. اما واحده وفي بقى واحده كمان، يعني دي اخر حاجه معلش انا طولت عليكم. واحده بتقول انا اتجوزت وخلفت ولد بعد سنين، يعني حملت بعد سنين قوي، بعد 15 سنه 20 سنه، فجالها ولد، فبعد ما جالها ولد ابوه قعد كام سنه كده ومات، فاكتشفت ان الواد عنده توحد. لما الواد عنده توحد يا عيني قعدت تعالج وتجري بيه وتعالج وتجري بيه، لما السن راح معاها يعني العمر ضاع منها، وهي يا عيني بتعالج ابنها وبتربيه وبتعالجه. قام المهم جت تعبت، هي ما تقدرش تسيبه دقيقه واحده، دقيقه، الواد ماسك فيها كده وعنده 15 سنه، ماسك في هدومها كده، يعني عنده واحد بقى، ومفيش الا هي اللي قدامه، ولا واد ولا بنت ولا، فراحت قالت فتعبت الست، تعبت، فقالت انا عايزه اروح للدكتور وكده. اسيبك لمين يا حبيبي، اسيبك منين يا نور عيني؟ قالت اما اروح ايه، اقول عند اختي، اسيبه عندها واروح للدكتور لاسناني. تعبت او كبرت، المهم سابته لاختها وراحت للدكتور. جت لقيت الواد بيصرخ وبيعيط. مالك؟ قال لها إيه على ابن خالته بقى، قال لها ده ضربني يا ماما. قالت له بتضربه ليه؟ عمل لك ايه؟ قال لها ما ضربتوش، ده مريض ومتخلف ومش عارفه ايه، ما ضربتوش. الواد يعيط. في ايه يا حبيبي؟ ايه اللي مخليك، مالك بتعيط ليه كده، مالك؟ قال لها ضربني. الواد يعني ما بيعرفش، بتشطفه، وديته عند الدكتور، تقول له بيعيط على طول، كبير وعنده 15 16 سنه كده. فالدكتور بيكشف عليه، قال له مالك؟
بي بيوصف له الحته ورا كده يعني. فالراجل قال لها ده مذبوح من ورا. مين اللي عمل فيه كده؟ قال له ده على ابن خالته ده. فقالت له حرام عليك، كفايه المرض بتاعنا، كفايه ان انا بقيت مريضه وخايفه اسيبه لمين، كمان بهدلته. فبتقول كل اللي يشوف الفيديو وكل اللي يسمع الحكايه دي يدعي عليه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، في كل ظالم وكل مفتري، وكل واحد يظلم واحده، او كل واحد يظلم عيل او طفل او زوجه. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. نتقي الله بقى، الدنيا مبقتش فيها خلاص. يعني شبه علامات يوم القيامه ظاهره. فنتجه لربنا بقى. اللي بيعمل حاجه غلط يعمل ايه يعني؟ يشوف بيعمل ايه. يا بابا الدنيا بقتش دلوقتي مستحمله، ما بقناش مستحملين. عيل زي ده مريض، ليه نعمل فيه كده؟ ليه؟ ده مريض ويتيم. حسبنا الله ونعم الوكيل في ابن خالته. كل اللي يسمع يدعي عليه منه لله.